السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا الفيديو الجديد، وحثكم على الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. طبعا اليوم حديثي عن بعض الأخوان في الجنوب الذين يتهموا الشماليين انكم محتلين وانكم مدري ايش. لهذه الدرجة أصبحنا محتلين عندكم يا أهل الجنوب. عشنا معاكم ما يقارب 40 سنة مدري كم، وإحنا أخذ وعطاء وحب ووداد واحترام وتقدير، وأخي قال صاحبي 40 سنة مدري كم من أيام الوحدة، وحنا عايشين أخويا. الشمال بلدكم والجنوب بلدنا، وما بيننا وبينكم إلا كل خير، وتتهمونا الشماليين محتلين. انتم عارفين ان ايام الوحدة وقع اختلاط بايش؟ يعني عساكر شماليين عندكم وعساكر جنوبيين عندنا، ولحد الان متواجدين عندنا عساكر جنوبيين، بس ما نتعامل معهم مثل معاملتكم. ليش بنقول لكم محتلين؟ ليش وإحنا وطن واحد؟ ليش بعد هذه من ايام الوحدة الأخوة هذه دمرتها الإمارات في رمشة عين؟ يعني من المحتل؟ أخوك وجارك اللي عايشت وياه، والدم نفس الدم وانساب وكل شيء مشترك، ولا اللي يجيك يعني من آخر الدنيا؟ من المحتل؟ الإمارات منين جت؟ الإمارات جت من وراء، يعني تعدت دولة معها من هنا عمان، يعني جت من وراء عمان لليمن، وجت من وراء السعودية لليمن، لأن يعني الإمارات من هنا تحدها السعودية ومن هنا تحدها عمان، واليمن بعيد منها، فجت لا عندنا. من المحتل؟ بن بلدك المحتل ولا المحتل اللي جايك من آخر العالم؟ من هو المحتل يا أخواننا في الجنوب؟ والله نستحي عندما تقولوا محتلين، نستحي ونختزي، والله عيب. تعاملوا الشماليين عندكم معاملة سيئة. ليش؟ نهبتوا البيوت ونهبتوا المزارع ونهبتوا الأراضي، نهبتوا السيارات، نهبتوا حتى الله يكرمكم الحمامات ما سلمتوها الكراسي حقه. ليش؟ عندنا تجار جنوبيين، عندنا أصحاب مزارع، عندنا أصحاب محلات، والله معززين مكرمين. ما عندنا العنصرية هذه. العنصرية هذه عندكم متواجدة. فنصيحتي يعني من أخ لأخوه، إحنا سند لكم وأنتم سند لنا. الإمارات هذه دولة منافقة، دولة كذابة، دولة تريد لكم السوء والدمار.